جيت بزحف مليوني التفي انافس هوني للما لحظة ينسوني من الخير حضروني. يعني علي كان يراهما كاذبين غادرين، هذا ما ينصبح ثم زوج ابنته لعمر، هذا ما ينصبح به ثم زوج ابنته لعمر. زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني مو ثابت، أصلا مو ثابت. ليش مو ثابت؟ لأن أول كتاب روى زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني هو كتاب الإثبات لأبي الحسن يحيى العلوي. هذا أول كتاب روى القصة، قصة زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني. زين، رواها الكتاب عن من هو الراوي؟ والإنسان مو يشوف الرواية وخلاص يقول صحيحة، المسلم كفء المسلمة، صحيح المسلم كفء المسلمة، لكن الرواية صحيحة أو لا؟ لازم الإنسان يشوف سند الرواية، يناقشها، يحللها. الرواية مروية عن من؟ الراوي الأول للرواية الزبير بن بكار. الزبير بن بكار شنو موضعه في الميزان؟ أنا نجي نحلل شخصية الزبير بن بكار. يذكر ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، هذا في علم الرجال، يذكر شخصية الزبير بن بكار ويذكر أنه كان من أعداء علي عليه السلام، ويذكر أن أحمد بن علي السليماني كان لا يعتمد على رواياته. وهذا أحمد السليماني من العلماء العارفين من إخواننا أهل السنة، كان لا يعتمد على روايات الزبير بن بكار لأنه يروي عن الضعفاء. هذا يكفينا خلاص، ما دام الزبير بن بكار من أعداء علي، هذا أولا، وثانيا يروي عن الضعفاء، وثالثا لا يعتمد عليه العلماء، إذا نحن لا نعتمد على روايته ولا نقبل بحديثه. فما رواه من أن أم كلثوم زوجت بالخليفة الثاني رواية مخدوشة لا نقبلها، لأن الراوي ضعيف لا يعتمد. نبت بجنة غرسوني جودوشي ما يسقوني، خادمهم يعرفوني من كل علة داووني، من كل علة داووني.